مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض كيكة الرواني الصيامي. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ومش هتاخد منك وقت، ومقاديرها بسيطة جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنا هعمل الشربات، كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمونة، وهحطهم على النار يغلوا. هنا هحضر الكيكة بتاعتي: كوب سميد بسبوسة من غير اي اضافات، وكوب دقيق. انا هقلب كل المواد الجافة مع بعض الاول، وورقة فانيليا، وورقة بيكنج باودر، وهقلب كل المواد الجافة الاول مع بعض كده. بس وبعد كده تعال نشوف هنعمل ايه تاني. هنا هجيب بولة فاضية وهحط فيها كل المواد السائلة. هنا كوباية مية وعليها معلقة عصير تانج، ممكن تعمليها عصير برتقال فريش، وممكن تعمليها بحليب جوز الهند عادي، ونص كوباية سكر، ونص كوباية زيت. اهم حاجة الزيت ما يكلهوش ريحة، زيت عباد او زيت ذرة. وهقلب كل المواد السائلة مع بعض لحد ما السكر يدوب معايا. هي طريقتها سهلة وبسيطة جدا، ما هتاخدش منك وقت خالص. وهقلبه بالطريقة دي كده لحد ما السكر يدوب خالص معايا. بس كده قلبت السوائل كويس قوي. وهنا هرجع اجيب المواد الجافة، وهنزل بالخليط اللي قلبته على الدقيق بالشكل ده، وهقلبها كويس قوي كده. يعني مش هنقلب كتير قوي فيها، لان البسبوسة ما بيتقلبش فيها كتير علشان ما تنشفش معانا في الفرن. او بالشكل ده كده، سهلة جدا وبسيطة، من غير مضرب من غير اي حاجة. هتقلبيها بالمضرب اليدوي. هنا القوام تقل معايا اهو، هو ده القوام اللي محتاجاه فيها. بس كده. وبعد كده هنا معايا صينية دهنها زيت ودقيق، وهنزل بالخليط بتاعي. وانا قبل ما اشتغل في الكيكة كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. مهم جدا تكوني مشغلة الفرن قبل ما تشتغلي في الكيكة بتاعتك، علشان لما تدخليها وهي باردة ما تهبطش منك وتطلع ناشفة. بس هنزل كل الخليط بالشكل ده، وهدخلها على الرف اللي في النص. هتاخد معايا حوالي تلت ساعة لنص ساعة على حسب الفرن بتاعتك. بخبطها خبطتين بالشكل ده علشان تطلع متساوية معايا. بس وهنا بعد ما استوت، لو لقيتيها ما حمرتش معاكي من فوق، ممكن تدخليها تحت الشواية دقيقتين بالظبط كده، تبقي متابعاها على طول عشان متتحرقش منك. وهنزل بالشربات، يكون الشربات بتاعك بارد جدا والكيكة طالعة سخنة. وهغطيها واسيبها لحد ما الشربات بتاعها يتشرب خالص اهو بالشكل ده كده. وبعد كده عايزة تحطي عليها جوز هند حطي، مش عايزة براحتك، بس الجوز هند بيديها طعم حلو قوي. اهو بالشكل ده انت زوقيها بالشكل اللي انت حباه فيها. شكل عشوائي، ممكن ترشيها كلها جوز هند براحتك خالص. سهلة وبسيطة جدا جدا، وما هتاخدش فعلا منك وقت، ومكوناتها بسيطة جدا، مش مكلفة، واقتصادية جدا، وطريقتها سهلة وبسيطة قوي. بص الشكل بتاعها تحفة وطعمها كان روعة. انا هقطعها اهو. انا اقطعها كده
قطعيها انتي بالشكل اللي انتي تحبيه فيها براحتك خالص، اهو بالشكل ده كده. حاجة سهلة وسريعة فعلا، وما هتاخدش منك اي وقت. عايزاك تجربيها وتقوليلي، وهتعجبك جدا جدا. وهطلع حتة اوريها لك من جوه شكلها ازاي. بصي تحفة ومرملة جدا وطرية، حاجة كده دايبة، وطعمها روعة قوي بجد، هتعجبك جدا. لو عجبك الفيديو متنسينيش في اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. مع ألف سلامة.